لما قالوا ان الاستاذ عاطف موجود على التليفون تمام. في مداخله، فانا بقول ان جمهور الاسماعيلي ومجلس اداره الاسماعيلي انت عارف احنا قد ايه بنحبهم، ودول في قلوبنا، سواء كان جمهور الاسماعيلي او اعضاء نادي الاسماعيلي او مجلس اداره الاسماعيلي، دول كلهم انت عارف بتربطنا بهم علاقات قويه وصداقه قويه جدا جدا. طبعا. وباشياء الله ما حدش يقدر ان هو يقوي هذه المحبه اللي بين نادي الزمالك وبين الاسماعيلي. كلام محترم يا سياده اللواء. واحنا لا يمكن نسمح لمخلوق يمس شعره من اسماعيلاوي، مش من عضو مجلس اداره او من النادي الاسماعيلي. كلام بص يا سياده اللواء، كلام زي الفل، واحنا اصلا كانت نيتنا، كنت لسه بتكلم ان نخلص ناخد بقى كابتن عاطف يرد على حضرتك. كابتن عاطف اتفضل. انا عايز بس اضيف حته صغيره كمان للكابتن عاطف. اتفضل يا فندم. هو الكابتن عاطف طبعا اخ عزيز وغالي، وهو ما يعرفش قد ايه احنا بنحب الاسماعيلي، وما يعرفش ان انا عضو عام في الاسماعيلي برقم 13382. يعني حضرتك بتقول له رساله ان انت الصوت والانتخابات جايه وكده يعني. لا، بقول له ان انا لا يمكن حد يسمح ان واحد يتمس شعره منه. كلام محترم. في نادي الاسماعيلي مش عايزه كلام. وكل عضو مجلس كان بيجي لي كنت باخده اوصله لغايه باب الاسانسير واركبه امبارح في المباراه. طب انا بقى هستغل سياده اللواء، انا هستغل وجود حضرتك معايا ونسمع كابتن عشان نخلص الموضوع دلوقتي ان شاء الله. كابتن عاطف اتفضل. يا كابتن سيف، كل التقدير والاحترام للاستاذ علاء، طبعا ده عضو جمعيه عموميه، واحنا النهارده يعني كل النشاطات اللي حصلت، يمكن انا وضحت لحضرتك في الاول ان نادي الزمالك والنادي الاسماعيلي دول ناديين كبار، كان اعلاميين او جمهور، كل احترام لنادي الزمالك، وده احنا بنبقى سعداء جدا واحنا موجودين في نادي الزمالك جوه نادي الزمالك. تخيل بقى لما بيكون في ماتش بين النادي الاسماعيلي والزمالك الاسماعيليه، ما تقدرش تفرق بين الجمهور ده، هل ده زملكاوي ولا هل ده اسماعيلاوي. طبعا. يعني انا ما كنتش متخيل. كابتن عاطف، نخلص الموضوع ازاي؟ عايزين نخلص الموضوع، نخلصه ازاي دلوقتي؟ يعني لا، حضرتك الموضوع ما فيهوش، بس ان الواحد بس كان الموقف كان صعب في وقته، لان الجمهور غير طبيعي. يعني انت ماتش بدون جمهور، طب وداخل على حس مين؟ ما داخل على حس نادي الزمالك. وانا النهارده النادي الاسماعيلي ده، طب ما انا قادر ان انا اجيب جمهور معايا واجيب اعلاميين معايا، بس انا عارف متاكد مليون في الميه ان هيكون في تنظيم احسن من كده داخل نادي الزمالك. برضه نرجع حضرتك للكابتن اللواء علاء مالد، اكيد عنده رد. سياده اللواء برضه حضرتك سامع معانا. لا، انا عايز اقول حاجه. اتفضل. انا بعد ما قلت الواقع اللي احنا عايشينه، وان احنا ونادي الاسماعيلي يعني تربطني لا حب واحترام من زمان مش النهارده. اللي انا عايز اضيفه واقوله ان القصه جت ازاي. القصه الزمالك مش طرف فيها، ده القصه ان المجموعه بتاع الاسماعيلي اللي كانت موجوده كانت اعترضت على الحكم لانه ما حسبش ضربه جزاء. فكان الاعتراض بس فيه نوع من الانفعال شويه، انهم طبعا متضايقين او زعلانين من ضربه الجزاء اللي هي ما اتحسبتش، فاحنا دورنا ان احنا بنهديهم. لكن لا يمكن حد يقدر يمس واحد من الاسماعيليه، لاننا اصلا احنا ما احناش طرف في القصه دي ان احنا نزعل حد او كلام من ده. فده موضوع ما فيش فيه انفصال. وانا اتكلمت مع المهندس خالد، واتكلمت مع الاستاذ وليد، واتكلمت معاهم كلهم، دول اخوات وحبايب، واتكلمت مع سعفان الصغير، واتكلمت مع الاستاذ ابراهيم. انا ما اعرفش ان الاستاذ ابراهيم ان هو عضو مجلس اداره، ده انا اعطي له صوتي، واخد بال سيادتك. وكلمت والده الحاج محمود. احنا كلنا مع الاسماعيلي ده، احنا اسره وناس بنحب بعض جدا، وبنحس بسعاده لما بنتقابل مع الاسماعيلي او احنا. رحت حضرت الماتش بتاع الاسماعيلي اللي فات. يعني عايز اقول ان احنا ما نقبلش اي حد يمثل طبعا. بس يا سياده اللواء عشان برضه نخلص الموضوع دلوقتي، هم الناس برضه ليهم رجاء ان في ماتشات الزمالك تتمسك البوابه شويه بحيث العدد يقل شويه، واعتقد ان حضرتك يعني ملك الحته دي او القصه دي في ايديك. انا هقول لك حاجه. يعني ما فيش حد جه امبارح من الاسماعيليه واحنا منعناه من الدخول. ولا ليه؟ لان كلهم اعضاء مجلس اداره ومعاهم مثلا ابن خالته قريبه وصديقه، لكن ما فيش جمهور جه. الجمهور بص يا بيه، الناس مش واخده. اولا من ناحيه الجمهور، الماتش كان مهم وحساس، ماتش الزمالك والاسماعيلي زي الاهلي والاسماعيلي زي الاهلي والزمالك، يعني الماتشات الكبيره والقويه فبيبقى فيها ازدحام شويه غصب عنك. فاحنا مثلا احنا عندنا ضيوف جايين من ليبيا لازم يدخلوا، مش هنقول لهم لا، لان دي اصلا مش عقوبه في لجنه المسابقات، ده عشان نحد شويه من. فعندنا ضيوف من ليبيا ما دخلناهم. احنا زودنا افراد الامن بتاعنا شويه عشان حسيت المباراه، الاعلام زياده شويه عشان حسيت المباراه. طبعا. سياده اللواء وحضرتك معايا بقى كابتن عاطف. يعني وانا النهارده كل واحد هيجيني ضيف اروح ادخله مباراه بدون جمهور؟ لا، ما فيش جمهور يا بيه، ما فيش جمهور يا بيه. ظاهر الجمهور عباره عن ايه؟ ظاهر الجمهور مجموعات من اتحاد الكوره ب 25 فرد النادي الاسماعيلي يا بيه. اسمعني بس، الزمالك ونادي الاهلي وكل الانديه يا ريس، كده.
انتوا بعتوا بالعدد اللي انت عايزينه، بعتوا 25 فرد. انا ما للمجله اقدرش ابعت والاعلام. غير حقي يا كابتن علاء، انا ما اقدرش ابعت غير حقي اللي طالبني منه بيه اتحاد الكوره. انا 25 اعضاء مجلس اداره 9. كابتن عاطف، بس لا بعد اذنكم انا اوضح حاجه. كابتن عاطف بعد اذن حضرتك، دخل يا كابتن سيف 3000 متفرج جوه الاستاد. لا يا فندم، هو ما ينفعش. هو حضرتك من شويه حضرتك قلت لنا 1500. هو مش ما فيش، هو المدرج ما ياخدش 3000 يا كابتن عاطف، بس احنا عايزين نفصل. 3000 ايه اللي بيقولوا يا كابتن عاطف؟ لا يا سيادة اللواء معلش حضرتك بس اديني فرصه. لا ده هو في نقطه كابتن عاطف، في نقطه مهمه جدا. هو بس انا عسكري يا بيه هيدخل 3000 واحد عشان يكسروهم المدرجات وكسروهم الدنيا، وساعتها اقول لهم ده الماتش بدون جمهور مش هندفع. سيادة اللواء بس حضرتك اديني دقيقه انا اشرح. كابتن عاطف حضرتك معايا؟ معاك يا كابتن سيف. هو كابتن عاطف في الامور بمنتهى البساطه. في ساعات حضرتك بتبقى لقاءات زي مثلا الزمالك والاسماعيلي، بيبقى النهارده مثلا جاي، انا بدي مثل استاذ ممدوح عباس مثلا معاه ابنه، معاه ناس، اللي هو مثلا ابو السعود ابنه موجود مثلا ومعاه ناس، ابراهيم ابو علي داخل معاه ضيوف، الناس رايحه من اتحاد الكوره معاه ضيوف. ليه عدد يا كابتن سيف؟ ليه عدد معين في القرار. حتى كابتن لو في عدد هو مش هيوقف. واي مجلس اداره ليه عدد يا استاذ اسلام. هو انا عايز اقول حاجه. مظهر ما كانش فيه مظاهر للجمهور. انت عارف عن الجمهور يعني ايه؟ يعني مجموعات تكون موجوده مع بعضها عماله تتنطط وتهز، هتافات موحده، صاروخ او شمروخ او ما اعرفش ايه، ده جمهور. لكن واحد مثلا العدد هو نفس العدد، ما اعرفش كان الاستاذ عاطف ما اعرفش حصل. وبعدين دي سكن عسكريه، مش اي حد بيخش عشان خاطر يكسروا المدرجات بتاعتهم لاخر ما يبقى. وبعدين في جوه كمان فيه زي فندق، ممكن يكون حد جه بعد التايم الاولاني من الفندق يتفرج على المباراه. يعني اعداد كلها عاديه، مش بالمنظر اللي هو بيقوله. سيادة اللواء يعني سيادة اللواء انا ابتديت افهم يعني كلام حضرتك برضو واضح. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن عاطف، يعني اعتقد ان هي الحته دي انا عند حضرتك حق ان العدد لما يكون زياده قوي يتمسك، بس حضرتك عارف ان احنا بنعدي برضو بظروف استثنائيه. مش مشكله يا كابتن سيف. انا بس اوضح لحضرتك، يعني معلش اخد منك دقيقه. انا الزمالك جاي بيتي، انا ده ماتشي. بس هتاخد دقيقه يا كابتن، بس بشرط وانت هتقفل هتقول لي حليتوا الموضوع ازاي والموضوع هيتحل ازاي. ما فيهاش هزار. الراجل دخل قال كل حاجه، الجمهور الاسماعيلي والنادي الاسماعيلي وعلى دماغنا. انا كابتن علاء، ده حاجه جميله جدا، وانا بنحترم نادي الزمالك، ونادي الزمالك ده جزء كبير جدا مهم جوه النادي الاسماعيلي. وانا نيابه عن النادي الاسماعيلي كل اللي حصل ده يا كابتن علاء احنا تحت امرك، مفيش اي مشكله بين النادي الاسماعيلي وبين النادي الزمالك. بس كده كابتن صافيه لبن، مفيش شك ومفيش حاجه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن عاطف عبد العزيز عضو مجلس اداره نادي الاسماعيلي، اللواء علاء مقلد يعني مدير عام نادي الزمالك. يا جماعه الموضوع يعني بسيط ويخلص في دقيقه.